إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، هكذا تبدأ الآية 133 من سورة آل عمران. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آية صغيرة في مبناها عميقة في معناها، تضع للإنسان منهاج حياة وترسم له طريق النجاة. تأمر الإنسان بالمسارعة، ولفظة المسارعة والألفاظ المشابهة نجدها في القرآن كثيرا. المسارعة لما؟ يكمن السر في ضرورة استثمار الأعمار التي لا ندري متى تنتهي. أوقاتنا أعمارنا أوقاتنا، نحن إلى ذلك المصير نسير، ولكن لا ندري متى الأجل، لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ولكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لذلك نجد في العديد من الآيات هذه اللفظة تتكرر، إما بمبناها أو بمعانيها، من أجل حسن استثمار الأعمار قبل فوات الأوان. نقرأ في القرآن الكريم سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ونقرأ أيضا يسارعون في الخيرات، ونقرأ في سورة البقرة في الآية 148 فاستبقوا الخيرات، ونقرأ في سورة المائدة الآية 48 فاستبقوا الخيرات. إذن هذا التسابق، هذا التسارع من أجل استثمار الأعمار قبل وصول الأجل، والأجل محتوم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المنطلق يبدأ من المغفرة، من التوبة، من الإنابة إلى الله عز وجل، لأن التوبة تجب ما قبلها، كما يقول السادة الفقهاء: التوبة تجب ما قبلها. وربنا عز وجل برحمته الواسعة ينادي العصاة، كما في قوله تعالى: الذين أسرفوا، العصاة المسرفين على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ربنا عز وجل بعد الأمر بالمغفرة، لا شك أن الإنسان بعد التوبة لا بد أن يكون حريصا على استثمار عمره في الطاعات والقربات والباقيات الصالحات. والحياة كلها فرص، الحياة كلها فرص. فالتائب الذكي هو الذي يغتنم المواسم، يغتنم شعبان، يغتنم رمضان، يغتنم شوال، يغتنم قيام الليل، يغتنم أداء الفرائض في أوقاتها بجميع، يغتنم أداء الزكاة، يغتنم الصدقات والأعمال الخيرية المختلفة. ربنا قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون في الآية 77 من سورة الحج. إذن الإكثار من هذه الطاعات، من هذه القربات، من هذه الباقيات الصالحات، من أجل إعمار آخرته.
فالدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. الدنيا تزول ولو طالت، هي قصيرة ولو طالت، أما الآخرة فهي دار مقر، فهي دار القرار. لذلك ربنا عز وجل ذكر في عديد الآيات العمل. لا يمكن أن نكتفي بالتوبة وفقط، بعد التوبة لابد أن نترجم الإيمان إلى أعمال صالحات، والآيات عديدة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي سورة التوبة في الآية 5 بعد 100 الأولى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي سورة الكهف الآية الأخيرة الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن ربنا عز وجل قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن نكون من التائبين من المنيبين من العاملين للباقيات الصالحات، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نجد لفظة أخرى مكملة لهذه اللفظة، نجدها في سورة الذاريات في الآية رقم 50. ربنا في سورة آل عمران يقول: سارعوا. أما في سورة الذاريات الآية 50 ربنا يقول: ففروا. الفرار من هذه الدنيا، من مصائبها، من مشكلاتها، من فتنها، من شبهاتها، من شهواتها، من مكائد الشيطان، من مكائد الجن والإنس. ربنا يقول: ففروا إلى الله. والفرار إلى الله أكبر ضمان لحسن الخاتمة التي نرجوها جميعا. والعجيب أن هذه الآية وردت بعدما استنفر الله عز وجل واستنهض همم الناس من خلال 49 آية التي تسبق هذه الآية من سورة الذاريات. نقرأ في الآية 7 ربنا يقول: والسماء ذات الحبك. لابد أن تدرك أن الله الذي يدعون إلى التوبة والإنابة والإيمان والعمل الصالح هو الذي خلق هذه السماء، هذا الجسم الضخم فلا يعجزه شيء. ربنا قال في الآية 7: والسماء ذات الحبك. وفي الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الآية رقم 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالرزق في يد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الآية رقم 49 ربنا يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذه الحياة نعمرها نحن عالم الإنس، ولكن هناك عوالم أخرى نعلم بعضها ونجهل أكثرها، لا يعلمها إلا الله عز وجل. والآية 49 تساوي الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقد ختمت الآية 36 بهذه الصيغة لندرك جميعا بأن ما نعلمه قليل بالمقارنة إلى ما نجهله. ويعلم ربنا قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فيبقى الجهل هو الصفة التي ترافق الإنسان مهما بلغ شأوا عاليا في تحصيل العلوم والمعارف. ثم في الآية رقم 50 ربنا يقول: ففروا إلى الله. والفرار إلى الله أكبر ضمان لحسن الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.